السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معبد أبو سمبل هو أحد أروع الآثار القديمة في مصر. المعبد ده بناه الفرعون العظيم رمسيس الثاني، واللي حكم مصر لمدة 67 سنة في القرن ال13 قبل الميلاد. كان ملك قوي وطموح وحسن من امتداد إمبراطوريته بالحروب والتحالفات، وساب وراه العديد من المعالم والتماثيل والنقوش اللي بتحكي عن إنجازاته ومجده. بس في معلم واحد بارز عن باقي المعالم، وهو معبد أبو سمبل. المعبد مش بس تحفة من التصميم والفن، لكنه كمان عجيبة من الفلك والهندسة. فتم تصميمه عشان يتوافق مع شروق الشمس مرتين بس في السنة، وفي تاريخين خاصين بيصادفوا يوم ميلاد رمسيس الثاني ويوم تتويجه. ازاي بقى قدر المصريين القدامى انهم يحققوا الانجاز ده؟ وازاي حسبوا الموقع والاتجاه الدقيق للمعبد؟ وايه هو المعنى الديني والثقافي لهذه الظاهرة للحضارة المصرية القديمة؟ لو أول مرة تشوفونا، ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. ويلا بينا نشوف ازاي الشمس بتتعامد على وش تمثال رمسيس التاني مرتين بس في السنة. بيقع معبد أبو سمبل على الضفة الغربية للنيل بالقرب من الحدود بين مصر والسودان، وهو بيتكون من معبدين منحوتين في الصخر. واحد منهم متخصص لرمسيس التاني نفسه، والتاني لزوجته نفرتاري. المعبد الأكبر لرمسيس الثاني بيتسمى باسم المعبد الكبير، وهو اللي بيظهر ظاهرة التعامد مع الشمس. واجهة المعبد الكبير منحوتة بأربع تماثيل ضخمة لرمسيس الثاني، وكل منها بيوصل ارتفاعه لحوالي 20 متر، وهم قاعدين على عروش ولابسين التاج المزدوج لأعلى وأسفل مصر، وماسكين رموز السلطة في إيديهم. وكمان بين رجليهم في تماثيل أصغر لأفراد عيلته زي زوجاته وأولاده وبناته. وفوق مدخل المعبد في صف من 22 قرد، وهنا هما بيمثلوا ساعات النهار، وكمان بيظهروا بإيديهم المرفوعة لفوق في عبادة إله الشمس. مدخل المعبد بيؤدي لممر طويل مزين بمشاهد بتصور انتصارات رمسيس الثاني العسكرية على أعدائه، واللي منهم الحيثيين والليبيين والنوبيين والسوريين. الممر بينتهي بقاعة كبيرة ليها 8 أعمدة منحوتة بتماثيل تانية لرمسيس الثاني بأشكال مختلفة. القاعة فيها كمان مشاهد بتظهر رمسيس الثاني بيقدم قرابين لآلهة وإلهات متنوعة. وورا القاعة دي في حجرة أصغر ليها 4 أعمدة منحوتة بمشاهد لرمسيس الثاني وزوجته نفرتاري. الحجرة فيها كمان مشاهد بتبين تتويج رمسيس الثاني من قبل آلهة وإلهات مختلفة. وأخيرا في نهاية المعبد في حجرة مقدسة بتتسمى باسم قدس الأقداس، وده هو المكان اللي بتحصل فيه ظاهرة التعامد مع الشمس. الحجرة المقدسة فيها 4 تماثيل قاعدين على منصة، وهما تمثال رمسيس الثاني وتمثال رع حور أخت وهو إله الشمس في شكله الصباحي، وتمثال أمون رع ملك الآلهة، وتمثال بتاح إله الخلق والحرف. بس تمثال بتاح مختلف شوية عن التانيين، وهو مطلي باللون الأسود بدل من الأبيض، وده لأن بتاح كان مرتبط بالعالم السفلي والظلام. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك يلا ودوس لايك، وتعالى معايا نكمل. دلوقتي نيجي لأهم جزء في الحلقة، وهو ازاي الظاهرة دي بتحصل أساسا. بيقولك إن محور المعبد كان متوجه بعناية مع اتجاه الشرق والغرب عشان يواجه شروق الشمس، بس ما كانش متوجه تماما مع التساوي أو الانقلابات اللي بتمثل بداية فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، لكنه كان مايل شوية عشان يلائم تاريخين محددين، وهما 22 فبراير و22 أكتوبر. التاريخين دول مش عشوائيين، لكن ليهم معنى خاص لرمسيس الثاني. فكان يوم 22 فبراير هو يوم ميلاده، وكان 22 أكتوبر هو يوم تتويجه. وبموازاة معبده مع التاريخين دول، حب إنه يظهر ارتباطه بإله الشمس اللي كان بيعتبره أبوه وحميه. وفي التاريخين دول بيحصل شيء مدهش في حجرة معبده. أشعة الشمس بتدخل من خلال فتحة ضيقة في الجدار الشرقي للمعبد، وبتسافر على طول محوره لمسافة حوالي 60 متر لحد ما توصل للحجرة المقدسة، بحيث بتضيء 3 من أصل 4 تماثيل، وهم رمسيس الثاني ورع حور أخت وأمون رع. أما تمثال بتاح فهو بيفضل في الظل طول السنة. الظاهرة دي بتستمر لمدة حوالي 20 دقيقة، وخلالها بيتجمع آلاف الزوار جوه وبره المعبد عشان يشوفوا المنظر الفريد ده، ويشوفوا ازاي بيظهر رمسيس التاني وكأنه منور بضوء الشمس، وكأنه بيتلقى نعمة من أبوه الإلهي. وكمان بيشوفوا ازاي بينور رع حور أخت وأمون رع بضوء الشمس، كأنهم بيقروا برمسيس التاني كابنهم ووارثهم. ظاهرة التعامد مع الشمس مش بس عجبة بصرية، لكنها كمان رمزية.
وبتمثل المعتقد المصري القديم في دورة الحياة والموت والولادة من جديد. بتمثل كمان مفهوم الميعاد، واللي معناه النظام والانسجام والتوازن. فبموازاة معبده مع الشمس أراد رمسيس الثاني إنه يضمن إن حكمه في انسجام مع النظام الكوني، وإنه هيتولد من جديد في الآخرة. لايكك الجميل واشتراكك يلا، وشغل زرار الجرس عشان نكمل. ظاهرة التعامد مع الشمس تم اكتشافها لأول مرة من قبل باحثة بريطانية بتدعى أميليا إدواردز في سنة 1848، وهي وفريقها لاحظوا إن أشعة الشمس بتخترق المعبد في 22 فبراير، وأدركوا إن ده كان تصميم مقصود من المصريين القدامى. كمان اتكهنوا إن في تاريخ تاني لما بتحصل نفس الظاهرة، وحسبوا التاريخ ده وطلع إنه هيكون يوم 22 أكتوبر. بس ظاهرة التعامد مع الشمس كانت مهددة بمشروع حديث في ستينيات القرن الماضي، وهو مشروع إنشاء سد أسوان العالي على نهر النيل، واللي تسبب في ارتفاع منسوب المياه وإنشاء بحيرة اصطناعية ضخمة واللي معروفة دلوقتي باسم بحيرة ناصر. معبد أبو سمبل والعديد من الآثار القديمة التانية كانت في خطر الغرق تحت المياه، بس عشان ينقذوا الآثار دي تم إطلاق حملة دولية برعاية اليونسكو والمنظمة التانية، وتم قطع معبد أبو سمبل لجثث كبيرة ونقله لمكان أعلى على بعد حوالي 200 متر من مكانه الأصلي. وتم توجيه المكان الجديد برضه بعناية للحفاظ على ظاهرة التعامد مع الشمس، مع اختلاف بسيط بس في يوم واحد. والظاهرة بتحصل دلوقتي في يوم 21 فبراير ويوم 21 أكتوبر. ونقل معبد أبو سمبل كان إنجاز رائع من الهندسة والتعاون، كما إنه أظهر الاحترام والإعجاب اللي بيكن الناس للحضارة والثقافة المصرية القديمة. فظاهرة التعامد مع الشمس لا تزال واحدة من أشهر المزارات في مصر، وبتجذب آلاف السياح كل سنة عشان يجوا يشوفوا الحدث الفريد ده. كمان بتذكرنا بعظمة وحكمة رمسيس الثاني اللي بنى المعبد ده كشهادة على قوته ومجده. فتولى رمسيس الثاني الحكم بعد وفاة والده سيتي الأول، بعد ما كان اختاروا ولي للعهد وأشركوا معاه في إدارة الدولة. بس مش معروف عمر رمسيس الثاني لما مات والده، بس من المرجح إنه يكون عمره أقل من 25 سنة. وقام رمسيس خلال مدة حكمه ببناء عدد كبير من المباني بيفوق أي ملك مصري تاني، فبدأ بإتمام المعبد اللي بدأ والده في أبيدوس. بعدين بنى معبد صغير خاص بيه بجوار معبد والده، ولكنه اتهدم ومبقاش منه غير الأطلال. وفي الكرنك أتم بناء المعبد اللي بدأه جده رمسيس الأول، وأقام في طيبة الرامسيوم. وأطلق علماء القرن ال19 على المعبد الجنائزي اسم الرامسيوم نسبة لرمسيس الثاني، وهو معبد جنائزي ضخم بناه رمسيس لأمون لنفسه. وطبعا أقام رمسيس التحفة الرائعة وهي معبد أبو سمبل اللي كان موضوع حلقتنا الرئيسي النهاردة. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي أتمنى إنها تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش تبصوا على المصادر وتسيبولنا رأيكم في الكومنتات، وتقترحوا لنا أفكار جديدة نعملها الحلقات الجاية. وبس كده، أشوفك الحلقة الجاية بقى. سلام.